في تجربة عملها العالم بندورة، جاب طفل يتفرج على شخص بالغ كبير ومعاه دمية، او يعني دمية كبيرة كده زي عروسة بس كبيرة قوي يعني. المهم الطفل ده بيتفرج على الشخص ده، الشخص ده وهو بيراقبه، الشخص ده بيضرب الدمية دي، تمام، بيضربها جامد وبيستخدم ادوات وشغال يضرب الدمية ويرميها فوق يهدفها فوق وهكذا. متوقع ايه من الطفل لو دخلناه نفس الأوضة دي مع نفس الدمية دي؟ هيعمل ايه؟ بالظبط، برضو ضرب الدمية دي وقلد نفس سلوك الراجل الكبير ده او الست الكبيرة دي بالظبط، ورمى الدمية برضو عالي جدا فوق خالص، نفس الكلام عمل زيه بالظبط. طب ليه بيعمل كده؟ ليه بيقلده بالظبط؟ طيب وايه اصلا الحاجة الكويسة من موضوع التقليد ده طالما هو ممكن يتقلد في حاجة مش كويسة او حاجة ممكن تضر الطفل اصلا؟ وايه الحاجة اللي ممكن انا استفيدها اصلا من موضوع التقليد ده اللي هنعرفه ان شاء الله في فيديو النهارده. التقليد مهارة مهمة جدا 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 بيكتسبها الطفل من وهو صغير جدا في السن، بيبتدي يلاحظ اللي حواليه وبيقعد يقلدهم. وبتتم ازاي؟ بشكل بسيط جدا، بيلاحظ الطفل السلوك ده، تمام، بعد كده بيتخزن في الذاكرة عنده، وبعد كده بيطبقه في الموقف اللي هو مستدعي ده او الموقف اللي هو زي ما حصل بالظبط من اللي هو اتعلمه. مش لازم نفس الترتيب ده، ساعات مثلا ممكن يقلد حاجة في ساعتها، بس غالبا بيحتفظ بالمعلومة وبيقلدها في الوقت المناسب. وبيحصل عنده حاجتين بعد ما يعمل كده: يا اما بيتكافئ السلوك ده وبالتالي يكرره اكتر من مره، بابا مثلا يجيب له شوكولاته ولا يجيب له حاجه حلوه، يا اما الناحيه التانية ان السلوك ده بيعاقب، يا اما مثلا يتحرم من حاجه، ما يتجابلوش مثلا حاجه هو بيحبها، بابا يتكلمه بشكل جامد شويه او ماما، فالسلوك ده واحده واحده بينطفى وما بيتعملش تاني. طيب المفروض انا اعمل ايه عشان استغل التقليد ده عند ابني؟ اولا اخليه على قد ما اقدر، على قد ما اقدر ما بينش حاجه او ما اعملش حاجه انا الطبيعي ممكن مثلا ما اعملها وهي مش كويسه. انا مثلا اتخانقت دلوقتي، تمام، فانا ما بتخانق انا عارف ان انا ما اقدرش اسيطر على نفسي، بس انا معايا ابني، فلا احاول امسك نفسي. طبعا انت يعني هتعمل ده لله رقم واحد، بس انت لو قدرت اصلا تمسك نفسك بالذات قدام طفلك، دي حاجة ممتازة جدا. هو هيكتسب ده مع الوقت، يعني هتلاقيه حتى هو قدام لو هو عايز يعمل لو هو مثلا في حاجة عصبته فهيتبنى الفكرة دي ويعمل زيك بالظبط. مرة كده كان في ابنها اما بيجي يتعصب بيشتم. طيب ليه بيشتم؟ ليه بيشتم لما يجي يتعصب؟ او حاجة مثلا مش بيحبها فتحصل فهو يروح مثلا مستعمل شتيمة. ليه بالذات في الموقف ده هو استعمل ده؟ اولا هو ما اتعلمش ازاي يعبر عن رأيه او يعبر عن غضبه ده، بالتالي انا بعلمه ازاي يعمل ده، وواحدة من ضمن الاسباب ان هو بيقلدني اما انا اعمل دوت في الموقف ده، تمام. برضه نفس الكلام على فكرة في التلفزيون او في التليفون، لو هو شاف موقف معين او شاف حاجة معينة في التليفون مش المفروض يشوفها اصلا، فبالتالي هتلاقيه بيطبق ده بشكل من الاشكال. ممكن ما تعرفيش اصلا السبب ايه او ما تعرفش ايه اللي حصل بالظبط، بس هتلاقيه هو بيعمل ده وبيطبق ده وبيسقط ده على الواقع بتاعه نتيجة فيديو شافه بكل سهولة. وممكن برضو اعمل حاجة، ممكن انا استغل اصطنع موقف او اخليه هو يلعب دور بابا، مثلا شخص مثلا بياع او مثلا شخص في مهنة معينة مثلا دكتور، فهو يقلد الموضوع ده هيساعده كتير ان هو يكتسب المعلومات بشكل اسرع، ونعملها له في موضوع اللعب. لان الاطفال لما تيجي تقلد فنستغل احنا نصطنع موقف بس نستغله بشكل صح، ده هيكون ممتاز جدا. ده حتى هيخليه قدام ان هو يكتسب المهارات بشكل سريع. انا لما ادخله الموضوع بشكل تقليد وبشكل لعب كده، هو هيكتسب اي مهارة انا عايز اديها له بشكل سريع. وحتى نفس الكلام بينطبق على اللغة، يعني هو لما يجي يتعلم اللغة، انا لما بقعد اقلد قدامه كلمات كتير واعيدها كتير، اصلا بيحصل له تغذية سمعية، بيحتفظ بالمعلومات بشكل كويس، بيستخدمها في المواقف المناسبة. فالتقليد ده مهم جدا لما يجي كمان يطبقه على موضوع اللغة، سواء تقليد لفظي او غير لفظي، التواصل لفظي او غير لفظي. غير لفظي ممكن بتعبير الوش، بنبرة الصوت، الحاجات دي كلها بتفرق مع الطفل ده. عيوبها بقى، اول حاجة ان هو يقلد الموقف اللي هو مش عايزينه يقلده.
زي مثلا اما تعالى نضرب نفس المثال، لما بابا مثلا اتعصب في الشارع، بس بابا رد بقى، بابا رد مثلا بشتيمة، رد بضرب، رد بتكسير حاجة مثلا معينة. فكل ده هينعكس على الطفل، انا مش عايزه يكتسب ده. انا لو قعدت سنين احاول اقول له ده غلط وده صح، هيلاقيك بتعمل الغلط هيعمله، هيلاقيك بتعمل الصح هيعمله. هو في سن صغير مش بيميز التقليد الحلو ولا التقليد الوحش، هو في سن صغير بيقلد بس. يا سلام بقى لو لقى واحد زي ده، بس لو سنه كبير شوية، إيه مش بس بالشكل والمنظر المقرف ده، لا لو شاف حد مثلا زيه كده مثلا بيتفرج عليه بيشتم بيستخدم الفاظ مش كويسة، بيتكلم بطريقة مش كويسة، يقلده بقى، رحنا في داهية. خلي بالنا من حاجة برضو ممكن توصل مرحلة التقليد، غير انه بيقلد الاشياء السلبية، انه يقلد في كل حاجة، ما يميز في حاجات ممكن يقلد فيها، وفي حاجات عايزينه يبدع فيها، هو يحاول يبتكر فيها حلول، هو يبتكر فيها طريقة للتواصل، بس فنخليه يقلد ونحاول نطرح عليه مشكلات ونطرح عليه مواقف مختلفة، بحيث ان هو يحاول يتوصل لحاجة بديلة او حاجة مختلفة. بس خلصنا. في النهاية خلي بالكم من ولادكم، راقبوا جدا جدا هو بيتفرج على ايه، هو بيشوف ايه، هو بيتابع ايه، لان بشكل من الاشكال بيقلد ده. حتى احنا الكبير هيقلد ده مهما كان، حتى لو انت مش واعي، على الاقل هيحصل لك تقبل للحاجة اللي انت مش عايزها دي، وممكن تعملها قدام. خلي بالك انت بتشوف ايه، وخلي بالك ولادك بيشوفوا ايه، علشان ما نقعش في مشكلة حلها هيكون طويل وصعب. شكرا لكم، السلام عليكم.